كل شيء كويس. ايوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم اليوم الأحد 13 من شهر أغسطس العام 2023 في لقاء هو الحلقة الرابعة مع الأستاذ يوسف جورج السوداني الذي هاجر إلى أستراليا في العام 1971، ومعكم أنا من كوريا عبر الزوم طارق بابكر. تفضل أستاذ يوسف في التسجيل الرابع. إذا عندك أشياء عايز توضحها في الحلقات اللي فاتت عايز تضيف لها توضيح، وأبدأ بها هي وبعد ذلك أخش في الجزء القادم. تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نبتدي بسورة الشرح. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم والحمد لله. طيب، من التسجيلات الفاتت في نقطة مهمة آه لازم أذكرها، ما كنت ذكرتها. آه أنا تنبهت لزوجتي أمنا آمنة صديق من الاسم، فكان بتجيني زي ما قلت لكم الرسائل ومراسلات وتواصل من مختلف ناس، فانتبهت للاسم أمنا آمنة. الاسم أمنا آمنة له معنى معين. أمنا آمنة كانت زوجة الأستاذ محمود محمد طه، الله ينفعنا بجاهها. فلقيت الاسم أمنا آمنة في الواتساب، فقمت اتصلت فيها، كتبت لها رسالة وقلت لها انت اسمك أمنا آمنة وعلامات استفهام، 3 4 علامات استفهام. فردت علي قالت لي ايوه انا اسمي أمنا آمنة. وفي اللحظة ديك ده كان اوائل التواصل، انتهى الموضوع على كده. فبعدين لما قاعدين نتكلم زيادة عرفت منها انه اهلها سموها أمنا آمنة. أمنا آمنة ما في شهادة الميلاد، شهادة الميلاد آمنة، لكن آه بينادوها من هي طفلة صغيرة رضيعة أمنا آمنة، ما بنادوها آمنة. فأنا تنبهت للموضوع ده وقلت لها كويس جدا، ده اسم مبارك، له معنى كبير. فبعدين لقدام هي قالت لي آه يعني حدث حصل في حياتها لما كان بتدرس في الجامعة مرة، وقاعدة تدرس وتحضر لامتحانات، فاتصلت فيها سمية بنت الأستاذ محمود محمد طه وبنت أمنا آمنة. فقالت لها أنه هي سمية عندها مشوار، تعالي أقعدي مع أمي. فأمنا آمنة قالت لها لكن عندي دراسة وعندي كده ودايرة أحضر وكده. قالت لها جيبي كتبي كلها وتعالي. فجات جات لي أمنا آمنة وسمية لسه قاعدة. فسمية قالت لها أسأليها، يعني على أمها أسأليها تجيب لك عريس. فهو كأنه هزار، لقينا الأشياء دي كلها لها مغازي روحية. ف أمنا آمنة يعني مترددة، فمشت لها طبعا
أمنا آمنة الصغيرة مشت لأمنا آمنة الكبيرة، فطبعا مرة كبيرة، فعشان كده قربت منها. قالت لها بيجيني عريس، ما هي قنعانة من العرس والعرسان. فأمنا آمنة اطلعت كده في وشها كويس، وقالت لها بإصبعها هناك هناك البعيد البعيد، الصلاة الصلاة. فده كان الموضوع. فسمية ضحكت في الموضوع، وأمنا آمنة انبسطت شوية في الموضوع، بس قالت البعيد ده منه بس يكون زول. لو عندك فكرة عن الكلام ده، كان 200 تاريخه السنة على الأقل يكون مفيد لو في طريقة. إلا ما عندي فكرة، لكن بيكون من أكثر من 15 سنة، من أكثر من 18 سنة. آم، ما متذكر أنا أمنا آمنة الكبيرة انتقلت بيتين، لكن طبعا كان قبل انتقاله نعم. بفترة. نعم. ف يعني قول في الألفينات، هو فيمكن هو يمكن هو يمكن بعد 2010 مؤكد. كيف اتوفت 2010 أمنا آمنة؟ أنا بعد ما بعد متذكر بعد 2010. آه نعم. ليه استنتجت الكلام ده؟ لا، لأنه يعني أنا 2010 ما متذكر تاريخ وفاة انتقال أمنا بالضبط، لكن متذكر في افتتاح مركز الأستاذ في 2010 كانت موجودة. لكن برضه يستيل السؤال، 200 كانت معاها أمنا آمنة الصغيرة مع ناس سمية في البيت، وقد يكون قبل التاريخ ده كثير، يعني ممكن يكون كلامك مظبوط إنه أكثر من 18 سنة أو كده. ممكن جدا. فما أعرف بالضبط، أنا ما ركزت على السنة والتوقيت. آم، والمهم في اسم أمنا آمنة ده في حاجة تانية، ودي بترجع للأستاذ محمود محمد طه ذاته. ف آم، فهو قاعد في غرفته. آه، الأستاذ محمود محمد طه كان قاعد في غرفته، وجاء طفل. آم، جاء طفل داخل على غرفته، وكأنه بيشتكي له. فالطفل كان واحد من أخوان أمنا آمنة. فقال له أمنا دقتني. فقال له أمنا منو؟ الأستاذ طوالي لاحظ ما قال أمي دقتني، قال له أمنا دقتني. فقال له أمنا منو؟ قال له أمنا آمنة. الطفل أعتقد سعيد، ما أذكر أخوه سعيد. فقال له أمشي نادي، أمشي نادي أمك خليها تجي. هو قال له أمك منه؟ قال له أمي عشة. قال له أمشي نادي أمك خليها تجي. فعشة والدة أمنا آمنة جات. الأستاذ سألها قال لها أنتوا سميتوا بنتكم أمنا آمنة؟ قالت له أيوة، نحن سمينا آه، بنتنا أمنا آمنة. فقال لها أخذت الاسم من جذوره، أخذت الاسم من جذوره. ف فدي كانت واقعة من الوقائع. وفي أشياء تانية، آم، آه، في أشياء تانية ممكن نخوض فيها، لكن خلينا نمشي في التسجيل بس ده عشان يوريكم أنه الاسم له عمق كبير، وبرضه له سبب من أسباب آم، التقائنا ببعض وتعلقنا ببعض. وموضوع الجذور في موضوع تاني مع الموضوع كلمة الجذور دي، آه، موضوع بيختص بي أنا. فلما لما خلاص اتضح الموضوع أنه لازم نهاجر كعائلة،
جيت للأستاذ محمود وقلت له حنهاجر، فحنهاجر كعائلة. أنا ما داير أهاجر، لكن يعني القرار اتخذ كعائلة نهاجر. فقال لي أمشي معاهم وبتجي راجع. دي العبارات كده: أمشي معاهم وبتجي راجع، جذورك هنا. وتطلع على الناس. الغرفة كان فيها عدد كبير من الناس. قال لهم يوسف جورج جذوره في السودان. فأنا طبعا كنت حزين وكئيب ومبشتر. فالكلام ده يعني أم، يعني هداني. فمشيت من السودان وعندي يقين أنه برجع، وبرجع في حالة تانية، ما برجع في الحالة اللي مشيت بها. برجع في وضع تاني، في وضع مختلف تماما. فبس حبيت أوضح النقاط دي. فالأشياء كلها ماشية في اتجاه واحد. آم، وموضوع الجدود جو من هنا ومن هنا في أوقات مختلفة وبيجوا في السودان. الموضوع ده ما بيتسطر بسهولة. أم يعني ما في بشر بيقدر يخططوا ويدبروا ويرسم له. وبس ده اللي عاوز أقوله. يعني أم في إرادة إلهية، في رضا إلهي، في أنا الأيام دي بسميها في مهمة بالنسبة للسودان بتخصني. مهمتي شنو؟ ما بعرف. لكن أهو من الفيديوهات دي آه يمكن زول يطلع بفكرة ونمشي لقدام. فده بس اللي عاوز أقوله من الناحية دي عشان يتضح الموضوع. بعدين أنا أؤكد لكم قصة حياتي دي لو أي زول عاوز يكتبها ما بيقدر، ما ممكن، ما بتتركب. فالقصة دي كل ما أفكر فيها الكلام ده فوق الخيال. ما القصص فيها خيال، القصة دي فوق الخيال. يمكن في تفاصيل أنا نسيتها واتغيرت شوية أو كده، لكن سرد القصة فوق الخيال. وده كلام حقيقي، يعني ده الكلام ده حصل. كل الكلام ده حصل. وفي أشياء ممكن يتم الرجوع لها. ما عندنا كل شيء، والزمن ذاك ما في وثائق، لكن كل شيء موجود. طيب أم نجي أم نجي نشوف آه، المواضيع الثانية. أنا السورة اللي ابتديت بها الليلة، أم ألم نشرح لك صدرك، سورة الشرح دي كانت المهر بتاعنا اللي اتفقنا عليه. ده كان مهري لأمنا آمنة. أنا بقول الكلام ده لأنه الكلام ده مهم جدا للسودانيين كلهم، بالذات الرجال والنساء. أنا قلت لأمنا آمنة أنا م- ما عندي مهر أديه لك، لكن بهديكي سورة الشرح. فقرينا سورة الشرح، وده كان المهر، ده كان مهر الزواج. في مهر مكتوب في القسيمة لكن لا يأبه به أحد كالعادة. ف فقرينا سورة الشرح. والمهم في الموضوع قلت لها لأنه قيمتك
ما قيمة مادية، قيمتك قيمة إنسانية. فأنت كمرأة آم، عندك قيمة إنسانية في نظري، وحتكون حياتنا مشتركة، وهنمشي لقدام. قصة حياتنا المشتركة دي في حاجة لازم أقولها هنا، تفصيلة تانية أنا ذكرتها في أماكن أخرى، لكن أذكر الليلة لأنه مهمة جدا. قلت لها منطقة المقرن بالنسبة لي لها أهمية خاصة. وبالمناسبة ده بين قوسين، الأهمية الخاصة دي ما حتطلع في التسجيلات دي، ده ما وقتها. فقلت لها لكن أمنا آمنة عارفة الأهمية الخاصة دي شنو. قلت لها منطقة المقرن لها أهمية خاصة بالنسبة لي، وهي منطقة لقاء النيلين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، وفي تدافع بيناتهم في منطقة المقرن. أنا كنت بمشي هناك مرات وبراكب الموضوع ده، وشاركت الأستاذ محمود أفكار بقولها بعدين في فترة تانية في لاحقا. فقلت لها بيلتقوا النيلين وما بيختلطوا طوالي، في تدافع شديد بيستمر حوالي 10 أو 15 كيلو، شكل الزد، تدافع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق. فقلت لها يا هدى زواجنا التقاء النيلين. فقلت لها الزواج ده مبارك من من وحدة الفاعل، من الله سبحانه وتعالى، ونحن حنمشي نيلين بيكون في اختلافات بنكتشفها، وبيكون في أشياء كويسة وأشياء ما كويسة بنكتشفها في بعض، أشياء ما بنحبها وأشياء بنحبها، لكن بنبقى نيل واحد. فقلت لها ده كده التوحيد، أنه في جهة من هنا وجهة من هنا وفي تدافع. فهي قبلت الكلام ده. الأستاذ محمود كان كنت أنا ذكرت له حاجة عن منطقة المقرن، فقام نبهني للكلام اللي أنا قلته لأمنا آمنة، أنه النيلين بيلتقوا وبيتلاحموا في زي ملحمة، في تدافع لغاية ما يختلطوا. فالكلام كان عجيب. يعني الحاجة الثانية اكتشفت أنه أي كلام يتقال آم، في له تطبيق عملي على أرض الحياة العملية. فكلام الأستاذ محمود على النيلين يهجة في حياتنا الزوجية. فبعد كده شعرنا بالمحبة الحقيقية، محبة عميقة، وعرفنا شنو معنى المحبة حتى قبل ما نتلاقى. وبعدين تلاقينا الموضوع ده أم آه بقى أقوى كتير. فالعاوز أقوله بالنسبة للسودان، السودان الجديد هيبتدي من المقرن، نقطة لقاء النيلين. وفي ناس من الغرب قاعدين يقولوا انتوا نيليين ونحن الغرباويين وكلام من النوع ده. كلنا نحن السودانيين كلنا لنا علاقة بالنيل، سواء قريبين من النيل أو بعيدين من النيل. النيل هو اللي بيربطنا، ومنطقة المقرن هي مركز السودان، المقرن ده اللي عندنا.
منه بيرتبط بقية السودان كله، سواء كان قريب من النيل، المناطق اللي قريبة من الصحراء هناك أو في الصحراء، المناطق الشرقية، حتى الجنوب كله مرتبط بالنيل. الجنوب طبعا مرتبط معانا بالنيل أكيد، لكن مرتبط بقية أنحاء السودان مربوطة بالنيل معانا في سودان واحد. فالحاصل شنو؟ لكن في حاجة غلط في الخلطة دي كلها. الخلطة دي فيها حاجة غلط. آه السودان فيه حاجة غلط. نحن بنقول الزمن الجميل، وفعلا كان في ظاهره جميل والعاصمة كانت نظيفة، ده تمام، كل الكلام ده حقيقي لأنه أنا عشته. ومنظمة، ما كان في عربيات كثيرة، كان في عربيات عدد كبير، لكن ما كبير بالدرجة اللي شفتها في زيارتي الأخيرة. فعربيات منظمة في أنوار حمراء، الناس بتجي في النور الأحمر، حاجات من النوع ده. فالغلط شنو وتصحيحه كيف؟ تصحيحه سهل جدا، ما عاوز له متحدة، ما عاوز له ما عاوز له ما عاوز له. الغلط انه، وده انا اكتشفت الموضوع ده لما قابلت الاستاذ محمود محمد طه، كان زي اكتشاف كبير. فالغلط انه كل واحد مننا في السودان بيشوف انه يهود السودان القوقعة اللي عايش فيها، كنا عايشين في قواقع، ونحن بالذات مثلا مجتمع الشوام كنا عايشين في قوقعة. بنختلط بالسودانيين بس لأسباب، لأغراض، لكن ما متعايشين مع السودانيين، مع بقية السودانيين. نحن السودانيين ما لنا علاقة بأي دولة تانية، ما لنا علاقة بسوريا، لبنان، ما لنا علاقة. نحن السودانيين لكن عايشين في قوقعة. وبعدين في مننا اللي كان بنشعر أنه نحن أحسن من بقية الناس. لما قابلت الأستاذ محمود محمد طه، وبعد ما طبعا في فترة قابلت الأستاذ محمود محمد طه حوالي سنة 1968. ففي فترة أنا بحاول أشوف الموضوع ده شنو، الموضوع ده حقي أو ما حقي. وصلت نقطة وصلت نقطة نقطة القرار بسموها. أنا ما لي دخل كان بالإسلام، ولا بفتش على حاجة تانية، ولا موضوعي كان ماشي عادي. بدرس في الجامعة، هتخرج من الجامعة، نشوف نلقى شغل وين، القصص دي. فلما قابلت الأستاذ محمود محمد طه كنت في السنة الثانية من كلية العلوم، وعرفني بالأستاذ محمود محمد طه مبارك حسن الصافي، الله يطول في عمره، دلوقتي من الناس اللي فزوا ومشوا مصر مع عائلته. ففي زيارتي الأخيرة هو كان عنده دكان كبير في المحطة الوسطى أم درمان. ما بنعرف حصل شنو، الله يحفظه ويحفظ عائلته ويحفظ دكانه وبيته. فده مبارك حسن الصافي عرفني بالأستاذ محمود محمد طه. فمن الكلام مع الأستاذ محمود محمد طه جات نقطة القرار زي ما قلت. كان لازم أقرر، يا أمشي مع الأستاذ محمود محمد طه. ونقطة القرار وصلت كيف؟ اكتشفت أنه أستاذ محمود محمد طه صادق، دي واحدة، صادق براها ما كفاية، صادق. والحاجة الثانية الكلام اللي بيقول فيه كله حق، حق. والطريق اللي بيدعو له طريق محمد، زي ما بسميه طبعا. أنا
بالنسبة لي جاي من خلفية كاثوليكية مسيحية، ما لي شغل بطريق محمد. فابتديت أشوف أستاذ محمود طه كلامه صادق، كلامه حق، وكلامه طريق محمد، وبيقول أنه طريق الحق بيوصل للحقيقة. فالتزام الحق بيوصل للحقيقة، وقال الكلام ده بصور مختلفة. فوصلت للنقطة لازم قرار. فالقرار كان شقين، يعني يا كده يا كده. فإذا كان شمال، ده شمالي بالمناسبة، إذا كان شمال معناته أنا أمشي وأشوف بقى نحارب الكلام ده كيف، لأنه ما ممكن يهمل الكلام. كلام مهم جدا للإنسانية كلها. فيا الاتجاه ده يعني حرب بمعنى ثاني، حرب يمكن ما بالسلاح، لكن يعني ما بمشي وبس بقول خلاص خلينا منه. ما كان ممكن أقول كده. الاتجاه الثاني ده حق ولي، الكلام ده لي شخصيا. فلقيت أنه لازم، وأنا كنت ملتزم بالصدق إلى حد بعيد، ما بنفس المستوى، مستوى الفهم بتاع الأستاذ محمود، وكنت ملتزم بالحق، وكنت قيادي إلى حد ما في الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم. فقلت لا، أنا ما ممكن أرفض الكلام ده لي. فلكن قبل ما أقبل الكلام ده في تبعات. إذا أنا قبلت الكلام ده، ما في أهل بهنا وفي كلام كثير من النوع ده. فاتنبهت للكلام ده. فالقرار اللي اتعمل والأستاذ محمود فهمه بدون ما أقوله له، ما بتحتاج أنه تقعد وتعمل خارطة الطريق مع الأستاذ محمود. فأني أنا ملتزم بالكلام ده، وهكون جمهوري مع الجمهوريين، وقبلت بالإسلام بالفهم الجديد مش بالفهم القديم. فليه قدام لما الله يأذن بقوم أنا بطلع بالكلام اللي فهمته. زي دلوقتي اللي أنا قاعد أعمله، الكلام ده ما حصل إلا بإذن. يمكن يستغرق فوق 50 سنة عشان أطلع بالكلام ده، أتكلم أقول الكلام ده ذاته، أساس القرار، ووصلنا القرار كيف وعلى أي أساس. فبس حبيت أنا أوضح النقاط دي. فالنقطة اللي أجابت الكلام ده كله لما بقيت ابتديت أفهم الأستاذ محمود طه وإشاراته للصوفية، وإشاراته تحليله. حتى المهدية عنده لها تحليل منطقي إيجابي، وفهم جديد لكل شيء، وفهم مش بس فهم جديد، فهم علمي عملي. فلما شفت الأشياء دي كلها، موضوع السودان ذاته اتضح لي. الأستاذ محمود طه يمثل أحسن ما في السودان، أحسن من في السودان، وأحسن ما في السودان. بيمثل السودان كله بقبائله كلها. في أثناء وجودي مع الأستاذ محمود طه، آه أنا كنت بتقابل مع ناس كثيرين من شرق السودان، من غرب السودان، وحتى من جنوب السودان، ومن شمال السودان طبعا. ف والموضوع كان طبيعي، نحن كلنا سودانيين. أها، الغلط شنو؟ نحن كلنا سودانيين في الكيان الجمهوري. فأنا هنا عاوز أوضح فرق بين الكيان الجمهوري والحزب الجمهوري.
سنة 69 بعد مايو الأستاذ محمد طه قفل الحزب الجمهوري قبل ما المرحوم جعفر نميري يقوم يقفله لنا بأساليبه هو. نحن قفلنا، الأستاذ محمود ذاته قفله وأنا موجود، بس ما عاوز أطول في النقطة دي. فأنا دلوقتي بتكلم عن الكيان الجمهوري. الكيان الجمهوري اللي كان موجود في الوقت ذاك من كل السودان، والكيان الموجود دلوقتي برضه من كل السودان، وما في فرق بين فلان من الجهة الفلانية وفلان من الجهة الفلانية فلان من الجهة الفلانية. كان عملت رحلة واحدة خارج الخرطوم، ده بعد ما تخرجت. مشيت شرقا، مريت بعطبرة، وما بذكر أشياء كثيرة، لكن أخذت القطر، مشينا عطبرة، نزلت فيها ليلة، ومشينا بور السودان. اتقابلت مع أدروب، واحد من الأدروبات الكبار الله يرحمه، ما بتذكر بقيت اسمه، لكن قابلت ابنه محمود أدروب في مصر. ده ولده. فأنا مشيت بور السودان، قعدت هناك كم يوم، شفت الموضوع كيف، والمحبة بين الناس كيف، لأنه في بور السودان في ناس الشرق وفي ناس المناطق الثانية. وبعدين من بور السودان مشيت كسلة، فزرت السيد الحسن، وبعدين وزرت هناك زيارة. وبعدين مشينا لجبل توتيل، شربت من الموية اللي هناك، فقالوا لي اللي بيشرب من الموية دي لازم يجي راجع. فالحمد لله إن شاء الله أنا ومنا آمنة حنرجع كسلة ونشرب من موية توتيل. فالخطأ شنو؟ ما أنا ده كل الموضوع ده عشان أوصل لزبدة الموضوع. كلنا مخطئين بالنسبة للسودان وبالنسبة لبقية أهل السودان. كل واحد مننا لازم يطلع ويعتذر لبقية أهل السودان. في حاجة غلط في أسلوب الحياة، يمكن ما قال حاجة، ما سب زول، لكن أسلوب الحياة ذاته فيه أذى لجزء من من السودانيين. فكل واحد مننا في نفسه، ما هنقول لكم، ما في زول حيجي يقول لكم اعملوا كده وما تعملوا كده. كلنا لازم نوصل للنقطة دي، انه نعتذر لبعضنا البعض. بالنسبة لي انا بعتذر لكل السودانيين. كنا بنشعر انه نحن طبقة احسن من بقية الناس. انا شخصيا يمكن الشعور ده ما كان واضح، لكن لما نويت رفضته حتى قبل ما أقابل الأستاذ محمد طه. رفضت أسلوب أنه نحن أحسن من بقية الناس، ونحن لنا أحقية في حاجات. فكل زول لازم يشوف النقطة دي من وجهة نظره. نجي طوالي لآخر الخط. عن إذنك بس أكمل النقطة دي. أنا عارف. نجي لآخر الخط. هل ممكن يجينا كوز، مثلا كوز يعني من خلفية الأخوان المسلمين، ويجي يقول أنا بعتذر وعاوز أعمل توبة نصوح؟ طيب كل ده مقبول، لكن إذا مرتكب جرائم، بالذات جرائم قتل، دي نحن ما بنقدر نعفي عنها. جرائم القتل ما بنقدر نعفي عنها، ما في زول في السودان بيقدر يعفي عنها ما عدا أهل الشهداء، أهل الشهيد المعين. فالكلام ده يعني الكيزان لهم وضع خاص، اللي كانوا في السلطة 30 سنة دي. بقية الناس يعتذروا كل زول بطريقته، كل زول الخطأ اللي بيشوفه، واعتذار يكون صادق
ونبتدي نبني دولة جديدة، دولة السودان الجديد. والسودان الجديد لو نحن ابتدينا بالنقطة دي، نقطة المجرن دي، السودان الجديد بينبني بسرعة جدا. أنا متخيل في ظرف سنة السودان ده ممكن يرتفع كتير جدا. طيب، أنا أخلي أستاذ طارق يعمل تعليقه عشان نختم ونجي تاني. جدا، كتر خيرك كثير. ونحن على في 4 دقائق من نهاية التسجيل ده، وفي حاجات كثيرة اتقالت من بداية الحلقة. ما حبيت أقطع الوارد زي ما بقول يا أستاذ يوسف، عشان خليه يتكلم براحته ويقول كل اللي عايز يقوله. لكن بجي في نقطتين 3 بالكثير. النقطة الأولى هي نقطة زواجه من أمنا آمنة ومهره اللي قال عنه هو صورة الشر. عموما المسلمين قد استغربوا في الكلام ده، قد استنكروه، لكن الأخوان الجمهوريين تلاميذ وتلميذات الأستاذ محمد طه وما ورد في كتاب خطوة نحو الزواج في الإسلام، عارفين عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه زوج أحد الصحابة بمسواك أراك، وزوج أحدهم بخاتم، وزوج أحدهم ما عنده لا مسواك ولا خاتم، قال لي بتحفظ من القرآن، زوج بما معه من القرآن. فأستاذ يوسف ما بيعدم المهر اللي بيدفعه، لكن معروف برضه خطوة نحو الزواج في الإسلام الناس يشوفوا تفاصيلها، وكثير من غير الجمهوريين معجبين بالعمل ده. فبالتالي اختار عشان يحصل على أكبر قدر من البركة، اختار إنه يزوج بالقرآن. يعني حتى مهما كان المهر قليل بيزيد البركة، لكن لما تتزوج ويكون مهرك القرآن أفتكر ما خليت حاجة. النقطة الثانية هي المقرن. وأنا قبل ما أديه فرصة يختم بالصورة اللي بيراها مناسبة. الصوت. ولا الدنيا بما فيها تساوي ملتقى النيلين بالخرطوم يا سمراء يا سمراء. مقرن اللي فيه كلام كثير روحي وكلام يتعلق بالطبيعة، لكن الملاحظ اللي قال يوسف أنا كنت أفتكر إنه التدافع ده والمويه دي لغاية ما تختلط بعد مسافة قريبة، يعني بعد شنبات بشوية كده، لكن هو قال بيمشوا 15 كيلو. أنا أديك فرصة تختم بما ترى من آيات الذكر الحكيم، وعشان ننتقل للتسجيل الثاني مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق صدق الله، الله صدق الله العظيم. العظيم. ده بيكون نهاية هذا التسجيل اللي يحمل الرقم 4. وزي ما أستاذ يوسف اعتذر، أنا برضو بعتذر من جانبي، بعتذر لكل السودانيين، وبعتذر للوطن الكبير اللي أنا واثق إنه قصرت في حقه تقصير كبير جدا. وبعتذر للأمة الإسلامية يا جماعة، وبعتذر للأستاذ محمود وللفكرة الجمهورية اللي ما حملناها للآفاق، واللي ما قدرنا نقنع بها الآخرين. الأستاذ محمود تحدث عن تقصير الأبناء وبناته، وتحدث عن تقصير القياديين بصورة خاصة. الكلام ده حتى نحن ما دارين نسمعه. ليه يا اخواننا؟ لازم نسمع ولازم نعتذر ولازم، والاعتذار هو الصورة الأخرى للاعتذار هو الاستغفار، الاستغفار لرب العالمين، والاعتذار على المستوى الأفقي للناس وللأشياء والأحياء اللي قصرنا في حقها. كتر خيرك كثير أستاذ يوسف. وبإذا بنصل لنهاية هذا التسجيل وننتقل إلى يعني نستودعكم